سبحان الله العظيم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا معجزة، حاجة كده خيال. أنا بخمن أو مش بخمن، أنا موقنة بالنسبة لي حياة مية كده أنا بشربها. حوائجنا كتير، صح؟ حوائجنا كتير جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا صباح السعادة، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كل شيء جميل بإذن الله، صباح إجابة الدعوات، صباح إجابة الأمنيات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطينا حتى يدهشنا بعطاء. عاملين ايه يا رب؟ تكونوا في اتم الصحه والعافيه. احنا مستمرين في سلسله الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا كده على العهد، زي ما بيقولوا على العهد، ومستمرين باذن الله. الفيديوهات اللي فاتت اتكلمت معاكم عن قصتي مع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغه اللي انا دعيت بيها وكانت سبب في كل حاجه حلوه حصلت لي في الدنيا، وعن العدد، عملت عدد قد ايه، والطريقه، كل حاجه هتلاقوها في الفيديوهات اللي فاتت. انا طالعه لكم اديكم امل سبحانه وتعالى، يعني الهمني الصلاه على النبي اللي كانت سبب في تغيير حاجات كتير جدا جدا في حياتي، باب ان انا عايزاكم تبقوا فرحانين، من باب ان انا عايزاكم تدوقوا السعاده او تدوقوا اي فرحه من الفرحه اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها لي. موضوع النهارده هنتكلم على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في يوم الجمعه. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نصلي عليه في يوم الجمعه. يوم الجمعه خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يوم الجمعة عيد للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة. قالوا: كيف يا رسول الله وقد بليت أو أرمت؟ أنت خلاص مت وهتبقى تحلل. قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إن الله تعالى قد حرم أجساد الأنبياء على الأرض. معناها إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء أجسادهم موجودة زي ما هي، كل حاجة زيهم زي الشهداء، أو الشهداء هم اللي زيهم. صلاتنا بتوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى بيرد روحه فيه وبيرد علينا السلام. خدوا بالكم على فكرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما اسمنا بيتعرض على النبي باسم أبونا فده نوع من البر. يعني احنا بنعمل عملين: بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنقول شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بنقول حبه، ربنا بينزل عليه الرحمات والبركات، وبينزل عليه انا الرحمات والبركات، كمان انا ببر باهلي. وطبعا البر باهلي ده عظيم جدا جدا عند رب العالمين. يعني معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يثني عليه عند الملائكة، وينزل بركاته ورحماته عليه وعلى آل بيته والتابعين وأصحابه. بطلب منه إنه يبلغوا المقام المحمود اللي وعدوا بيه، والوسيلة، الوسيلة دي اللي احنا إن شاء الله إن شاء الله هنستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة. نسأل الله لي الوسيلة. احنا لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لنا: أقربكم منزلة مني يوم القيامة أكثركم صلاة عليا. نكون قريبين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنكون معاه في الجنة بإذن الله. انتوا متخيلين؟ حياة أبدية بقى، حياة أبدية مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزوجاته. عارفين انتوا الناس الحلوة الجميلة اللي احنا بنسمع عنهم، بنسمع عن قصصهم، هنشوفهم إن شاء الله. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم بقى، يا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والله كلام الدنيا لا يكفيك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا سبحانه وتعالى في أعلى عليين استوى على العرش بيطلب مننا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى احنا من باب أولى إن احنا بشر من صنع الله إن احنا نصلي على النبي. صلاتنا على النبي هي دعائنا ليه بالرحمة والمغفرة والبركة والثناء الجميل الحسن. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، انزل على الرحمات والبركات والرزق وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الخير اللي في الدنيا. صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك من صلاة الربع؟ قال له: إن شئت. الثلثي؟ قال: إن شئت. أجعل لك من صلاة النصف؟ قال: إن شئت. اجعلها لك كلها، والصلاة يعني الدعاء. قال له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وقلت لكم قبل كده اي هم في الدنيا احنا بنخص الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان سبحان الله سبحان الله العظيم، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا معجزه، حاجه كده خيال. انا بخمن او مش بخمن، انا موقنه ان بقدر حب رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل ان ذكره
في شفاء من كل هم ممكن يصيب الانسان في حياته. ده من عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند رب. مش بس كل حاجه عايزينها دنيا دنيا دنيا، لا يعني خلينا نفكر في الاخره شويه. عايزين ندخل الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم، عايزين ننال شفاعته، غفران الذنب هيبقى خير لينا في الدنيا وفي الاخره. كفايه الهم، يعني مين في الدنيا ما عندوش هم وما عندوش كرب؟ لما يجتمع الفضائل كلها اللي انا قلت لكم عليها بالذكاء يخلينا نصلي كتير قوي. صلوا قد ما تقدروا، حاولوا ان انتوا اليوم ده دايما في حياتكم كده يبقى للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نسيب كل امور الدنيا ونخلينا في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، همنا الدنيا والاخره. ماشي، سواء كان صلينا على النبي من غير ما نقرن نية، سواء صلينا على النبي بان احنا نقرن نية، الاتنين باذن الله هيبقوا مقبولين. واخر ساعة في يوم الجمعة والله العظيم سحر في الاستجابة يا رب. انا في حياتي من يوم ما ربنا كده يعني بدأت اكبر وبدأت اخد بالي وافهم، الدعاء ده بالنسبة لي حياة. مية كده انا بشربها، برتوي دعاء، ونيجي كده بعد العصر نقعد ونرفع ايدينا لرب العالمين بعد ما نصلي شويه كده، برضه نصلي شويه حلوين كده على قد ما نقدر. ال1000 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هتاخد مننا 3 ساعات. ال360 صلاه على النبي او قول ال500 هتاخد مننا حوالي ساعه وربع او اقل من ساعه وربع. نقعد ندعي رب العالمين بما تشتهي انفسكم. والله 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 سحر سحر، بس سحر مش عارفه. سبحانك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها عبد قائم يدعو الله الا واستجيب له. يعني دي فيها اقوال ما بين الخطبتين في الجمعه. في ناس بتقول بعد العصر، وارجح انه بعد العصر. فاحنا خلينا اذكياء ونستغل بقى حوائجنا كتير، صح؟ حوائجنا كتير جدا جدا، نستغل طول الوقت الصلاه على النبي والدعاء. عايزاكم تحطوا لايك للفيديو عشان الفايده طبعا، عايزاكم تنزلوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. انتوا بتستفيدوا من الفيديوهات بتاعتي، يعني بتديكوا امل، بتديكوا طاقه. طب بتطبقوا الكلام اللي احنا بنقوله. طب ماشيين معايا باذن الله لحد ما تيجوا تبشروني باستجابه دعواتكم. ده كان فيديو النهارده، ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه واسيبكم في رعايه الله.